صحيح كل الأطفال ممكن يكونوا أشقياء، لكن مش كل الأطفال عندهم الاضطراب اللي اسمه فرط الحركة وتشتت الانتباه. احنا لاحظنا اليومين دول إن الاضطراب ده بقى بيتشخص كتير جدا، والأطفال يا عيني بيتظلموا فيه. الاضطراب اسمه ADHD أو Attention Deficit Hyperactivity Disorder، يعني مكون من شقين. Attention Deficit يعني نقص الانتباه، الطفل مش بيكون منتبه خالص لأي حاجة بتقوليها، والموقف ده بيتكرر معاه كتير. انت بتلاحظي حتى عليه ان مش مره وخلاص وبتعدي، لا، الطفل بيتكرر معاه المواقف ده حتى في اي مكان. لو خرجتوا مثلا تلاقيه برده مش مركز خالص. وبتلاحظي كمان المدرسين بتوعه في المدرسه بيشتكوا منه ان هو مش مركز معاهم في الفصل، مش بيحل واجباته، مش شاطر في الدراسه. النقطه الثانيه، الطفل ده بيكون عنده فرط في الحركه، مش بيقعد في مكانه 5 دقايق على بعض. بنقول عليه مثل كده بالانجليزي ان هو زي ما يكون عنده انتس ان هيز بانتس، يعني عنده نمل في البنطلون بتاعه. بيفرق بقى، النمل بياكله، مش قادر يقعد في مكانه 5 دقايق على بعض. ديت ميزه كمان مميزه جدا للطفل ده. وبرده انت بتلاحظيها كمان لو خرجتوا مثلا في مكان مش بيحس ان هو مكسوف مثلا او محرج من الناس اللي هو بيشوفها الجديده دي لاول مره، لا، برده عنده فرط الحركه ده. حتى لو غيرت المكان وحتى لو غيرت الزمان، في اي وقت في اي مكان بتلاقي عنده برده فرط الحركه ده ملازمه في اي مكان. النقطه الثالثه، الاطفال دول بيكون عندهم حاجه اسمها impulsiveness او اندفاعيه، يعني طفل مندفع في كل المواقف. بيعمل الموقف مش بيفكر في عواقبه ولا نتائجه، بيعمل الموقف وخلاص عشان هو جاله هفه كده ان هو عايز يعمله دلوقتي فبيعمل الموقف. زي مثلا بنلاحظ امهات كتير بتقول فجاه احنا كنا قاعدين لقيناه واخد كوبايه ازاز ورماها مثلا في مرايه، كسرها، دششها. عمل كده لان هو ما عندوش تفكير في عواقب الموقف اللي ممكن تحصل، ان الازاز ده مثلا ممكن يتكسر او ان هم ممكن يتعوروا، او الكوبايه دي كانت ممكن تيجي في اي حد موجود في المكان. الطفل ده ما عندوش تفكير، هو بيعمل الموقف عشان هو عايز يعمله فقط لا غير. طب ليه الاطفال دول بيعملوا كده؟ هل هم بيبقوا قاصدين؟ لا، الطفل ده بيبقى فعلا تعبان وعنده مشكله في حاجه اسمها الفص الامامي من المخ، بيبقى عنده مشكله فيه. ايا كان سبب بقى المشكله دي ايه، هل هو مثلا اثناء الحمل مامته خدت ادويه، مامته كانت بتشرب سجاير، الطفل ده اثناء الولاده حصل مثلا نقص في الاكسجين، الطفل ده احتاج ان هو يدخل حضان. ايا كان السبب، لكن هي المشكله موجوده والطفل بيعاني منها. طب الطفل ده هنتعامل معاه ازاي؟ لو انت مش قادره تتعاملي معاه في البيت، بيبقى فيه حاجه اسمها جلسات لتعديل سلوك هذا الطفل. الجلسات دي بتساعد الطفل جدا ان هو يركز وتزيد درجه التركيز عنده، وكمان بنساعده كمان ان موضوع فرط الحركه ده يقل عنده بدرجه كبيره. النقطه الثانيه في العلاج بتشمل تغذيه علاجيه لهذا الطفل، وبتجيب برضه نتائج فعالة جدا مع معظم الأطفال. الحاجة الثالثة أدوية، بعض الأدوية البسيطة جدا اللي ممكن ياخدها الطفل وبتساعده جدا إن هو يخف. لو ركزنا على الحاجات دي بنقدر نطلع طفل قادر على الإنتاج وقادر على إن هو يكون شخص صالح في المجتمع، وبنستغل قدراته دي في حاجات مفيدة. وعلى فكرة الأطفال دول بيبقى نسبة الذكاء عندهم عالية جدا، أكتر من الأطفال كمان اللي ما عندهمش أي اضطرابات.